ولاة وعمال أقاليم المملكة. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاونكم. قال لكم سيدي الله يسعدكم. قال لكم سيدي الله يبارك لكم سيدي. منذ عقود والعالم كله يشاهد طقوسا سنوية في حفل علني يسمى بحفل الولاء للعاهل المغربي. هذه الطقوس تبدأ باصطفاف القياد والعمال والوزراء بلباس أبيض وفي سكون وهدوء كبير، وبعدها يقف رجل من سادة القصر الملكي ليقرأ على الواقفين في صمت مضمون وثيقة البيعة للملك المغربي. وبعدما يتلو تلك الوثيقة يقول باللهجة المغربية: الله يبارك في عمر سيدي، أي اللهم بارك في عمر سيدي. ثم يقوم بالركوع 4 ركعات باتجاه الملك مع قوله من الملك: الله يبارك في عمر سيدي. هذا الطقس المعتاد في حفل الولاء وفي بعض المناسبات الوطنية والدينية في المغرب لم يتجرأ أحد على مناقشته منذ القدم خوفا من سطوة المخزن، ولكن بعض الناشطين الحقوقيين في المغرب وبعض الجمعيات الحقوقية حطمت جدار الصمت وتحدثت عن موضوع الركوع للملك محمد السادس خاصة وللملوك السابقين عامة. يقول أحد الجمعويين والحقوقيين بأن هذا الركوع استعباد للشعب وإذلال للبشر، وبأن الملك من حقه التوقير والاحترام، ولكن الركوع استعباد. وقال المرشد العام لجماعة العدل والإحسان في لقاء له على قناة عربية بأنه رفض الدخول على الملك محمد السادس لأنه سيكون ملزما بالركوع له، والركوع لغير الله مذلة على حد قوله. بينما يتخذ غالبية الدعاة والمشايخ موقف السكوت السلبي تجاه هذا الموضوع، فلا يبررون هذه الطقوس ولا يعلنون استنكارهم لها. المغرب كلمة حق، ومن البلاد التي لا ينبغي أن يقاتل أهلها بالسيف. المغرب كذلك تقام فيها الصلاة ويؤذن فيها بالأذان، وإن كانت مظالم فالله سائل كلا عما استرعاه. ولكن نصيحتي لملك المغرب أنه ورث عن أبيه ما لا خير له فيه، أن إذا جاء الناس يبايعونه ركعوا له. فأقول لملك المغرب: لو علمت أمر الله ساعة يركع لك قومك لترجلت عن صهوة خيلك ولسجدت بين يدي ربك. فاتق الله، إن الله وهو على العرش يرى قومك يركعون لك كما يركعون له، وإن الله لا يقبلها لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا يقبلها لأحد أبدا، ولن يقبلها لك. فهذا مما يزول به الملك وتزول به النعم ويسخط به الله، فلا حاجة لك بسخط الله، فلست أهلا لسخط الله أن تتعرض السخط. لا يملك أحد أن يتعرض سخط الله، لا ملك ولا ملوك جملة. فيا ملك المغرب انههم عن هذا، ولو ورثوه من قبل، إنك آمرهم وأميرهم وإنهم مطيعوك، فأمرهم بالحق والرشاد وانههم عن هذا. لا حاجة لك بها
ولا حاجة لهم بها. وهذا مما لا يطاع فيه الأمير أصلا، يعني الأمير لا يطاع في معصية الله، والركوع لغير الله معصية. فأنا أحقق لأهل المغرب هذا: أطيعوا الله ألا تركعوا لغيره، وأطيعوا الله ألا تخلعوا سلطانكم وألا تقاتلوا. فطاعة الله ألا تطيعوا ملكا في معصية الله، وألا تخلعوا ولا تنزعوا ملكا أقام فيكم الصلاة، وأميركم تحت هذا. فلا تركعوا إلا لله، ولا تخلعوا من أقام فيكم الصلاة.